أصدر الداعية السعودي محمد العريفي فتوى خاصة تحل مشكلات المجاهدين الجنسية بعد إعرابه عن انزعاجه من حرمان محاربي الإسلام الذين يقاتلون في سوريا إلى جانب المعارضة المسلحة الملذات الدنيوية، موضحا أن الجهاديين منذ عامين لم يجتمعوا إلى النساء. وأباحت فتوى العريفي زواج المقاتلين في سوريا الذي سماه العريفي زواج المناكحة مدة ساعات معدودة من سوريات، وذلك كي يفسح في المجال للآخرين، مؤكدا أن هذا الأمر يشد من عزم الرجال المجاهدين في سوريا ويعد من موجبات الجنة للواتي يقمن به، شرط أن يكن ما فوق 14 عاما أو أرامل أو مطلقات سوريات. من جانبهم أعرب منتقدو فتوى العريفي عن غضبهم على هذه الفتوى لكونها تبيح استغلال ضحايا الأزمة السورية ما يعد اغتصابا. وكان العريفي قد أصدر سابقا فتوى قال فيها إن البنت يجب ألا تخلو مع أبيها ولا تجالسه وحدها، وإنما تحرص على أن تكون الأم موجودة أو إخوانها حتى ييسر الله لها وتتزوج.